الزمالك كسب الاسماعيلي والاهلي كسب بتروجيت، لكن في كلام كتير قوي في النص محتاجين ان احنا نتكلم عنه. هنتكلم عن الماتشين ببريف سريع كده، بس ما تنساش لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نتكلم عن الماتشين. وهنبتدي مع الاهلي اللي كان بيلاعب بتروجيت فريق كويس وعامل نتائج كويسه السنه دي، ومفاجئنا كلنا ان الفريق ده ما جابش لعيبه كبيره، ما جابش لعيبه من الدوري الممتاز، لا خالص. الراجل طلع باللعيبه اللي معاه من الدرجه الثانيه بنفس المدرب. العبوا يا جماعه، بنخسر بنتعادل، بنوصل ان احنا ادائنا بيتحسن واحده ورا واحده لغايه اما هو بيوصل للمركز السابع او الثامن، وعامل اداء كويس جدا. اي نعم ملوش نمط في الملعب، ولكن اداؤه ومكسبه ماتش ورا ماتش فارق معاه في جدول الدوري. الناحيه الثانيه الاهلي بيبدا الماتش كويس جدا وماسك كوره، وبتروجيت فاتح الملعب جامد. الاهلي بيقدر يسيطر على اللعب بشكل كبير ومتحكم بشكل كبير، هجمات كتير جدا، والاهلي مسيطر بشكل كبير جدا على الماتش. توصل كوره لامام عاشور على منطقه الجزاء، بيستلمها ويلف ويركنها بشكل جامد قوي. وامام عاشور الفتره دي اداؤه عالي جدا وعامل اداء بصراحه ممتاز. الراجل مؤثر جدا في نتائج واداء الاهلي الفتره الاخيره. يمكن اخر 12 ماتش مسجل حوالي 10 اهداف، فده رقم كبير بصراحه يعني. وفضل بقى امام عاشور بيعمل كل حاجه في الملعب، يرقص الجول ويعدي ويشوطها من قدامه كريم الدبيس، وفضل الاهلي يروح ويضيع وجريديشار يضيع، وبنخش الشوط الثاني برضه الاهلي ماسك كوره وضاغط. وبصراحه بتروجيت ما اداش اي حاجه في الملعب، يمكن ما عملش ولا هجمه على الاهلي طول حوالي 60 70 دقيقه، ما جاش. والاهلي ماسك كوره وضاغط وفارق معاه ان هو يجيب جون والثاني والثالث. امام عاشور ضيع كميه اهداف انفرادات عماله تضيع. وصلنا للدقيقه 65 الاهلي بيعمل تبديلات. محمد عبد الله الناشئ، محمد عبد الله ناشئ كويس جدا، بيلعب وينج رايت، سنه كويس 18 سنه، ودي حاجه كويسه ان احنا نشوف لعيبه ناشئين موجودين في ملعب الاهلي او الزمالك. الراجل بيروح بكوره بتتقطع منه لكن بيكمل وبياخدها وبيروح ناحيه اليمين يعمل عرضيه لجردشار على خط المرمى بيحطها جول، والاهلي بيتقدم 2-0. ولكن رعونه كبيره قوي في اداء الاهلي. يا جماعه اللعيبه بيبقى عندها استعداد تخلص ماتشات، ماتش سهل للفرقه اللي قدامك بتلعب ببساطه وفاتحه الملعب وعايزه تهاجم، وانت بتروح بكوره واثنين وثلاثه وعشرة وعمال تضيع. كل اللعيبه بتضيع. حسين الشحات ما كانش في مستواه خالص الماتش ده، وده اللي خلى الراجل يطلعه وينزل الشاب محمد عبد الله، وبقت النتيجه 2-0 والاهلي بيحاول يخلص الماتش. امام عاشور بيضيع كوره ثانيه في ثالثه، ورعونه كبيره قوي في الفريق. وبنوصل ان في اخر الماتش قبل الماتش ما يخلص بدقيقتين ثلاثه بتروجيت من كرة عرضية ممتازة بصراحة بيطلع مهاجمهم يحط جول وتبقى النتيجة 2-1 وبيخلص الماتش على كده. لكن اجمالا الاهلي كان شكله كويس وكان يقدر يكسب بنتيجة كبيرة قوي وعريضة قوي، وضيع فوز سهل على نفسه وخلى اخر دقيقتين ثلاثة الماتش مشدود. وفرقة بتروجيت بصراحة بتحاول ان هي ترجع لكن ما لحقوش والوقت كان صعب عليهم، وبيخلص ماتش الاهلي وكده بيكون الاهلي تاني الدوري تحت بيراميدز فرق نقطه واحده. ونروح بقى على الماتش التاني، الزمالك بيلعب الاسماعيلي. يا جماعه الاسماعيلي السنه دي من اسوأ مواسمه، وهم الناس عندهم ايقاف قيد وعندهم مشاكل ماديه وما بيجيبوش لعيبه ومدربين مش موجودين وعندهم قصه كبيره يعني. فالاسماعيلي السنه دي بيقابل اي فرقه، الفرقه دي بتمسك على الاسماعيلي كوره، بتلعبه، بتضغط عليه. اتغلب ماتشات كتير السنه دي كده، اي فرقه بيلعبها بتنزل ضغط عليه جامد لغايه ما يجيبوا جون والتاني والماتش يخلص. واحنا بنتفرج على الماتش ده، الماتش ابتدى اول 10 دقائق كوره عرضيه من الشاب الصغير محمد السيد، لعيب كويس جدا بالمناسبه، عنده 18 سنه، بيعمل عرضيه من ناحيه اليمين، الكوره راحه لسيف الدين الجزيري، المدافع بيحاول يطلعها بتخبط فيه تروح لمصطفى شلبي على خط الجول بيحطها. لكن لو ابتدينا مع الجول ده هتعرف قد ايه الاسماعيلي جوده لعيبته قليله. حاتم سكر الكوره كانت طالعه اوت على الاسماعيلي، الراجل بيروح يلحقها وبيديها لمحمد السيد لعيب الزمالك عشان يعمل هجمه تاني على الاسماعيلي. طب ما تسيبها تطلع اوت. الثقافه هنا مش موجوده، ثقافه اللعيب عندنا مش موجوده. هو انت لما ترجع للفريق الخصم ما هو هيعمل عليك هجمه وانت اوت اوف بوزيشن. ما علينا. بعد الهجمه دي يا جماعه الماتش اتحول بطريقه غريبه، محدش فاهم بقى. لا الزمالك جه، لا الزمالك بيحاول، لا الزمالك بيعمل هجمات منظمه اصلا، لا نص ملعب الزمالك موجود، لا اطراف الزمالك موجوده، ولا مهاجم الزمالك موجود. يمكن الوحيد اللي كان بيحاول هو محمود جهاد، الراجل اللي لسه جاي اول امبارح. الراجل بيحاول يلعب ويحاول يقطع كوره ويحاول يعمل ثرو. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. احمد فتوح مش موجود، ما جاش يعني. احمد فتوح بقالنا شهرين مثلا ما بنشوفوش في الملعب، هو بينزل بس مش موجود في الملعب. اخطاء دفاعيه، بساط غلط، كل حاجه عايز تشوفها شوف. دونجا في نص الملعب كأن شيئا لم يكن،
راجل ما بيجيش، بيفضل يجري في الملعب، الفرقه تطلع هو يرجع ورا، الفرقه ترجع هو يفضل يطلع. انا مش فاهم انت بتعمل ايه في الملعب يا دونجا، تصرفاتك غريبه. والزمالك متقدم وبيخلص شوط اول، الزمالك ما عملش اي هجمات تانية، والاسماعيلي يا عيني هي امكانياته كده، الاسماعيلي امكانياته ضعيفه، هو ما عندوش الامكانيات اللي تخليه يروح على الزمالك ويحاول يجيب جول، ما عندوش. الشوط الاول بيخلص بدون اي فرصه ولا للزمالك ولا للاسماعيلي. طب الاسماعيلي ومفهومه، ليه للزمالك مفيش اي فرصه تحاول ان انت تسجل منها جون تاني عشان تقفل الماتش خالص؟ نخش بقى في الشوط التاني. الشوط التاني ده حاجه غريبه جدا بقى، الاسماعيلي مسك كوره على الزمالك حوالي 40 دقيقه، ماسك كوره على الزمالك بيعمل عليه هجمات وبيعمل عليه كوره، كانت اخطر كوره في الماتش الاسماعيلي، كانت اخطر كوره في الماتش الاسماعيلي، عرضيه من ناحيه اليمين بيطلع المهاجم يحطها، لكن حسام عبد المجيد بيحط راسه فيها بامتياز، بتخبط في القايم وتطلع. كل اللي انا بكلمك فيه ده والاسماعيلي ماسك كوره وضاغط على الزمالك وبيحاول يجيب جون، الزمالك ما عملش هجمه واحده ما عملهاش. النتيجه النهائيه 2-0 للزمالك، لكن الماتش واللي شاف الماتش لا يا جماعه مش طبيعي، ده مش اداء فرقه خالص بتنافس على بطولات. عبد الله السعيد مش موجود في الملعب، ودي هتبقى ازمه وهتقابل الزمالك بقيه الموسم ده كله. عبد الله السعيد مش موجود في نص ملعب الزمالك، هتلاقي الزمالك ما عندوش خطوره. زيزو مش في ادائه ومش في حالته يا جماعه، وموضوع تجديده مأثر عليه، مش هنضحك على بعض. سيف الجزيري هو الراجل انا شايف ان هو خلص، يعني ما عندوش حاجه يقدمها لك. الراجل ده انا جددت معاكم وقعدت وسلام عليكم يا جماعه، انا موجود في الفرقه، اللي بيلعبني اساسي هو المسؤول، لكن انا ما عنديش حاجه اقدمها لك. نص ملعب الزمالك دونجا زي ما احنا عارفين في ماتش بيراميدز، دونجا خلى نص ملعب بيراميدز اللي ما كانش شايف حاجه يمسك الزمالك ويعمل اداء على الزمالك ويسجل بدل الجول 3. طبعا مش هو لوحده، هو فتوحي. فاللي بكلمك فيه ان الزمالك ده مش اداء فرقه كبيره بتنافس على بطوله الدوري والكونفدراليه والكلام ده كله. هتقول لي محتاجين لعيبه، الزمالك محتاج لعيبه، ما عنديش مشكله معاك وموافقه، لكن اللعيبه اللي موجوده دي مش عارفه تعمل ماتش على الاسماعيلي. ما هو انت خليك مكاني وانا مكانك، انت دلوقتي بتقول احنا محتاجين لعيبه، نادي الزمالك محتاج لعيبه، حلو، لكن الفرقه الصغيره المحله فيوتشر سيراميكا، الفرق دي بتلاعب الاسماعيلي وبتقدر تكسبه بسهوله، لان الاسماعيلي ما عندوش اي امكانيات يعمل بيها اي حاجه على ارض الملعب. لكن انت 90 دقيقه ما عملتش اي حاجه. وبنكمل بقى لاخر دقيقه في الماتش او اخر دقيقتين في الماتش، كره ضاله بتروح على الاسماعيلي عاليه، لعيب الاسماعيلي بيحاول يطلعها فبتقلش منه، تطلع وتنزل تخبط في ركبتين 2 لعيبه، يجي دونجا يلاقي الكره بتنط يحط وش رجله تلبس في وش رجله، جون 2-0 للزمالك. هو ده الماتش، مفيش كوره، مفيش اداء تكتيكي، مفيش حاجه متحفظه، مفيش اي حاجه. ما تقوليش ان انت كمدرب كبير هي دي حلولك كلها، ان انت تضم الونجين لجوه. طب يعني ماشي ضمتهم لجوه، وبعدين هنعمل ايه؟ الباكين بيعملوا ايه؟ ما هو انت دلوقتي لما الونجين بيخشوا انت محتاج باكين يطلعوا، لا فتوح بيطلع ولا هو شايف اصلا، وانت الراجل مقعد بنتايج جنبك. انا ما اعرفش ليه برضو، من الاخر ما ينفعش فتوح يلعب وبنتايج بره، لو بنتايج مصاب فتوح يلعب، غير كده فتوح ما ينفعش يلعب دلوقتي. انت بتظلم الراجل ده، والنادي جايبه اعاره، يعني هو مش معاك 4 سنين يعني، فاهمني، ومش عارفين هل الزمالك هيقدر يشتريه او لا، فانت استفيد منه. الراجل بينزل بيحاول يعمل حاجه، لكن انت مقعده هو وبتلاعب فتوح عن اي قناعه. انا مش فاهم. ناصر ماهر نزل، الزمالك محتاج يمسك كوره، ناصر ماهر نزل دقيقه في الثانيه، الزمالك بيحاول يمسك كوره وبنتحرك علشان نطلع من الضغط اللي احنا فيه. فاول للاسماعيلي في نص الملعب، اللعيب زقه، قول شتمه، راح ناصر ماهر مديله بالقلم، حكم جه اداله كارت احمر. طب انت يا ناصر يا ماهر بقالك 3 شهور ونص بتتعالج، والزمالك بيقول انا ما عنديش لعيبه، او مش الزمالك، المدرب بيقول انا ما عنديش لعيبه يا جماعه، عندي ازمه، وعبد الله السعيد مصاب وعمر جابر مصاب، وانت لسه راجع من الاصابه تاخد كارت احمر بعد نزولك ب 10 دقائق. طب انت عملت ايه في الملعب؟ طب انت ضربك ليه بالقلم هيفيدك بايه؟ انت ضريت فرقتك، وكان ممكن الزمالك يخش في جون ويتعادل ويخسر نقطتين علشان انت بس اتضايقت او زعلت ان الراجل هنقول ان هو شتمك، مع ان ده بيحصل في الدوري المصري وكلنا عارفين ان اللعيبه بتشتم بعضها، مش هنضحك على بعض. بس انت ضربته بالقلم، خدت طرد، اتخرجت بره، سلام عليكم، سبت الفريق، اعملوا اللي انتوا تعملوه. اصل هي ناقصه، ما هي ناقصه بقى، زمالك وحش، مدرب وحش، اللعيبه وحشه، لا وكمان بلعب ناقص. وده يا جماعه اللي بيخلي جمهور الزمالك يتجنن. انتوا كلعيبه بتتصرفوا تصرفات وبتعملوا حاجات تجنن جمهوركم، ولازم الجمهور يزوم عليك. ما هو انت طبيعي لعيب نازل 10 دقايق لما تطرد لي في كوره ملهاش دعوه، انت مش بتدافع ولا بتلحق هجمه مرتده، لا ده انت ضربت لعيب بدون كوره، خدت كارت احمر وهتتوقف 3 ماتشات.
هل الزمالك في الثلاث ماتشات دول مش محتاجك؟ لا محتاجك طبعا. كل دي غلطات وبتحصل في ماتش صغير، لكن الزمالك هيتأذي جدا من الفرق المنظمه في ماتشات كتيره، وبالاخص في الكونفدراليه. الكلام ده ما ينفعش يحصل في بطوله قاريه يا جماعه، ان انت تكون بتلعب بالاداء ده. لما تلعب نهضه بركان ولا تلعب الاتحاد الجزائري هتعمل ايه؟ الكلام ده كله هيفرق مع الفرق قدام. وبكده نكون اتكلمنا عن ماتشين الاهلي والزمالك. ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات، وانا ديبو وده ما لعبتش كوره. سلام.